السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ليلة 27 رجب، الليلة اللي غسلت فيها أحزان النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن، وهي ليلة الإسراء والمعراج، حادثة جرت ليلا سنة 621 ما بين السنة 11 إلى السنة 12 من البعثة النبوية، بيعدها المسلمين من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحداث البارزة في تاريخ الدعوة الإسلامية. يؤمن المسلمون أن الله أسرى نبيه محمد على البراق مع جبريل ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس، وهي رحلة استهجنت قبيلة قريش حدوثها، لدرجة أن بعضهم صار يصفق ويصفر مستهزئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على تأكيدها، وإنه انتقل بعد ذلك من القدس في رحلة سماوية بصحبة جبريل على دابة تسمى البراق، أو حسب التعبير الإسلامي عرج به إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، أي إلى أقصى مكان يمكن الوصول إليه في السماء، وعاد به بعد ذلك في نفس الليلة. وسميت سورة الإسراء على اسم الحدث، والتي افتتحت بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بعد فقدان النبي محمد أولى زوجاته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وعمه أبو طالب الذين كانوا يؤنسانه ويؤازرانه، ضاقت الأرض به نظرا لما لقاه من تكذيب ورد من قبل المشركين. وبعد وفاة عمه توفيت زوجته خديجة في نفس السنة، فسميت تلك السنة بعام الحزن. وفي سبيل الدعوة ذهب الرسول إلى الطائف وحيدا يدعوهم إلى الإسلام والتوحيد، لكنهم طردوه وسلطوا عليه صبيانهم وغلمانهم يرموه بالحجارة فآذوه كثيرا. وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه المشهور شاكيا إلى ربه: اللهم إلي من تكلني، فيرسل الله إليه جبريل عليه السلام مع ملك الجبال، ويقول له جبريل: لو شئت نطبق عليهم الجبال، فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فكرمه الله بقدرة إلهية وآنسه بحادثة الإسراء والمعراج، فأي تكريم ومؤانسة أشد وأعظم من تكريم كهذا الذي أتى جبريل عليه السلام ليصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. فبينما كان النبي محمد نائما في الحجرة، أتاه جبريل عليه السلام فهمزه بقدمه، فجلس النبي محمد فلم يرى شيء، ثم عاد إلى مضجعه فأتاه مرة ثانية فهمزه بقدمه فجلس ولم يرى شيئا، ثم عاد مرة أخرى إلى مضجعه فأتاه مرة ثالثة فهمزه بقدمه فجلس النبي، وأخذ جبريل بعضده، وحينها قام النبي صلى الله عليه وسلم معه وخرج به جبريل إلى باب المسجد، فإذا بالنبي يرى دبة بيضاء بين البغل والحمار، في فخذيها جناحان تحفظ بهما رجليه. ثم وضع جبريل يده في منتهى طرف الرسول صلى الله عليه وسلم فحمله عليه، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام حتى انتهى به المطاف إلى بيت المقدس، فوجد فيه الأنبياء إبراهيم وموسى عليهم السلام، إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ثم أتاه جبريل بوعاءين، في أحدهما خمر وفي الآخر لبن، قال: خذ. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن وشرب منه وترك إناء الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد، وحرمت عليكم الخمر. ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. في صباح اليوم التالي اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبيلته قريش وأخبرهم بما حصل معه، فقال أكثر الناس: والله هذا الأمر لبين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لصادق أمين، وأن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة. وقال بعضهم: إن هذا القول لا يصدق، فأفيذهب محمد ويرجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فارتد كثيرا ممن كان قد أسلم، وذهب الناس
الناس إلى أبي بكر فقالوا له: يا أبا بكر، إن صاحبك محمد يزعم أنه قد جاء من بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة. فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: بلى، ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يحدث الناس بما حدث معه. فقال أبو بكر: والله لئن كان قال هذا الكلام لقد صدق، فما العجب من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني إن الخبر يأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة، ومن ليل أو نهار، فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. أقبل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدثت القوم إنك كنت في بيت المقدس هذه الليلة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، صف لي ذلك المسجد. وأخذ الرسول يصف ويحدث أبا بكر عن بيت المقدس. فقال له أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. وكان يكررها كلما وصف له شيء آخر. قال ابن القيم: أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. وتفسير الآيات العظيمة إن سبحانه وتعالى تنزه الله في قوله عن كل قول، وتنزه الله في فعله عن كل فعل، وتنزه الله في صفاته عن كل صفات. معنى الذي أسرى أي الذي أكرم رسوله بالمسير والانتقال ليلا، ومعنى بعبده أي بمخلوقه الإنسان الذي اختاره لهذه المهمة العظمى، وهي مهمة هداية البشر جميعا. ولم يقل الله سبحانه بخليله أو بحبيبه أو بنبيه، وإنما قال بعبده. وفي هذا ملحوظة هامة جدا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حقق مقام العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، فكان حقا العبد الكامل أو الإنسان الكامل. ولأن المطلب الأول للإسلام هو تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. أما معنى ليلا، وفي هذه دلالة على أن الإسراء كانت فيه جزء من الليل، ولم يستغرق الليل كله، وكان الليل هو وقت الرحلتين، لأن أحب أوقات الخلوة وكان وقت الصلاة المفضل لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان هو وقت الصلاة قبل أن تفرض الصلاة بالهيئة والأوقات المعروفة عليه. وكان الإسراء ليلا ليكون أيضا أبلغ المؤمنين في الإيمان بالغيب. وأما قوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فتفسيره إن انتقال الرسول في رحلته الأرضية كان بين مسجدين، أولهما المسجد الحرام بمكة في أرض الجزيرة العربية، وهو أحب بيوت الله في الأرض، والصلاة فيه تعادل 100 صلاة في غير المساجد. وثانيا هو المسجد الأقصى بأرض فلسطين مهد الأنبياء والرسل، وقد كان القبلة الأولى للمسلمين قبل أن يأتيهم الأمر بالتحول شطر المسجد الحرام الذي هو قبلتهم منذ ذلك الوقت إلى آخر الزمان. والمسجد الأقصى من أفضل مساجد الأرض جميعا، والصلاة فيه تعدل 500 صلاة في غيره من المساجد الذي باركنا حوله، أي الذي أفضنا عليه وعلى ما حوله بالبركات دنيوية ومعنوية، لنريه من آياتنا، أي بعض الآيات الدالة على قدرة الله وعظمته، وليس كل الآيات. رحلة الإسراء والمعراج، وليلة الإسراء والمعراج ليلة مباركة يستجيب فيها الدعاء، أكثروا فيها من الاستغفار، أكثروا فيها من الدعاء. ومن دعاء الإسراء والمعراج لقضاء الحاجة: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رحلة الإسراء في حد ذاتها رحلة غريبة ولها فضلها وشرفها، أكثروا فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.